السلام عليكم، مرحبا بكم اليوم في قناتي على اليوتيوب غانو كويزي. ان شاء الله تكونوا كامل بخير. تشوفوا الفيديو تاع النهار اليوم. عاد جيتهم بهذا الساندويتش الخفيف الظريف. قعد لكم شويه تاع اللحم في الدار من تاع العيد، باك كاين اللي قعد لهم، كاين اللي ما قعد لهمش. اللي ما قعد لهمش تقدروا ديروا الوصفه بالدجاج عادي ولا بالدانت اشي كيما تحبوا نتوما، فيوند اشي، بولي اشي، كيما تحبوا نتوما واش يكون متوفر عندكم. انا كنت مخبي واحد لي مورسو تاع الشوا نديرهم شوا، ابخي ما درتش قسمتهم هكذا صغار ودرت بهم هاد الساندويتش الكازاديه باللحم اللي كل ما يجي العيد الكبير مور العيد الكبير نحب نديرو. بزاف بنين وساهل، ننصحكم تجربوه. ميم كيما قلت لكم ماشي باللحم، تقدروا ديروه عادي في بلادي. حاجه بنينه ساهله خفيفه وهايله. الحاجه الاولى قبل ما نبداو الوصفه، ما تنساوش الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يلحقكم اي جديد. الحاجه الاولى جماعه، انا دائما خبز تورتيلا وخبز الكاساديه نخدمه في الدار، جامي نشري الخبز تاع تورتيلا من برا، ما يعجبنيش الكوت تاعو، يبان لي اصطناعي. هنايا في ريسيبيون درت 3 كيسان تاع الفرينه. الكاس تاعي يحمل 250 ملل. درت معاهم مغرف كبيره تكون ممسوحه ماشي معمره مليح تاع خميره الخبز، مغرف كبيره تاع السكر، وملعقه صغيره تاع الملح تكون معمره مليح، وملعقه صغيره تاع خميره الحلوى. نخلطوا النواشف تاعنا كامل غير بيدينا. كما قلت لكم جماعه، انا خبز تورتيلا ولا خبز الكاساديه ولا اي خبز هذا النوع نحب نخدمه في الدار، خاطش حاجه سهله وحاجه خفيفه ظريفه. تاع برا كي ندوقو نحس شغل الذوق تاع المصانع تاع بلي هذه حاجه اصطناعيه، ويجي من داك معجن شويه ما طيبوه يقعد هكذاك خضر. هنا كيما راكم تشوفوا درت 4 كاس تاع الزيت بنفس الكاس اللي درت به الفرينه. الكاس تاعي يحمل 250 ملل. هكذا ندخل مليح هذاك الزيت مع هذوك النواشف، نبسسو مليح مليح حتى وين يدخل كامل هذاك الزيت. كيما راكم تشوفوا هنايا بعد ما بسست مليح كامل نجي نلمو بالماء. تقدروا تلموه بالحليب عادي، اللي يحب يدير الحليب يكون دافي نلموه بالحليب دافي، ولا تلموه بالماء يكون دافي. انا فضلت نديرو اقتصادي الخبز وديروه غير بالماء، معناتها الماء لازم يكون دافي، ما لازمش يكون بارد، وما يكون ماشي لازم يكون سخون. هكذا نبدا نلم في العجينه تاعي حتى نحصلوا على عجينه تكون طريه هايله خفيفه. هاد لاباط دائما نعتمدها في خبز تورتيلا تاعي تاع الطاكوس. الخبز هذا تاع الكاساديه هو الفرق بين الخبز تاع الطاكوس، كي ندير طاكوس الخبز لازم يكون رقيق بزاف بزاف، اما خبز الكاساديه يجي شويه خشين عليه. كيما راكم تشوفوا هنايا راني نكمل بالماء حتى نتحصلوا على عجينه تكون طريه. دوك نوريها لكم كي نحطها فوق بلان دو طرافاي. هاي ليك العجينه تاعي كاش تكون. سمحوا لي عبكم الخدامين راهم قدامي، وقناه الثقه تاعي قدام هذوك من الخدامين راهم مهبليني، معليش. كيما راكم تشوفوا هنا جماعه، هذاك العجينه تاعي نعجنها مليح بهذه الطريقه حتى وين تولي لي ليس. عجنوها فوق بلون دو طرافاي. شوفوا اذا درتو كونتيتي كبيره اللي عنده بيتران يدير بالبيتران، بصح اذا كونتيتي صغيره هكذا ديروها غير باليد. هاي ليك العجينه تاعي كيش تولي، دوك نوريها لكم بعد ما نعجنها مليح تولي لنا ليس طريه خفيفه. وما ديروهاش بزاف تلقى روحها ماشي معناتها تلصق بزاف في اليد، خاطش هكذاك من بعدك راح تعييكم في الاخر. هنا هاي ليك العجينه تاعي حكمه روحها مليحه. نجي نحطها في ريسيبيون ونغلفها بابي فيلم ونخليها تريح نص ساعه. رايح نخلي العجينه تاعي تريح نص ساعه، ما بيد نخدم الحشو تاعي. هاي ليك هنايا غلفتها كيما قلت لكم، الوقت اللي تريح فيه هو نص ساعه. ما بيد نخدمو لافاغ تاعنا اللي راح تكون باللحم كيما قلت لكم، تقدروا ديروها بالفيوند اشي، بولي اشي، داند اشي كيما تحبوا. هنا مقله تكون كبيره كنت درت فيها شويه تاع الزيت وقطعت شويه من اللحم تاعي. انا كان عندي شويه تاع الغنمي مع شويه تاع البقري، قطعته بهذه الطريقه وحطيته ديريكتومون في المقله تاعي. هكذا نحطه في المقله نقليه مليح، نقليه مليح حتى وين يتحمر مليح. انا بلا ما ديروا لا ملح لا والو، قلوه مليح حتى وين يتحمر لكم. حيطلق شويه الماء تاعو بصح خلوه حتى يعاود ينشف كامل هكذا، باش بعدك نجو نرمو الخضره تاعنا ونتبلو ونملحو. بالنسبه للخضره واش رايح تكون بعد ما نقليه مليح، راح ندير حبه تاع الطوماطيش لازم نقطعوها مكعبات يكونوا صغار، حبه تكون كبيره نقطعها مكعبات يكونوا صغار. هذه الطريقه في كامل اللحوم، معناتها عندك فيوند اشي، بولي اشي، دانت اشي كيما تحبوا نتوما معاهم كامل. حبه بالطوماطيش هكذا قطعتها مكعبات يكونوا صغار. نزيد معاها فلفل، اذا كان عندكم اخضر ديروا غير الاخضر، انا كان عندي الصفر والخضر درت حبه صفراء وحبه خضراء. هكذا نقليهم مليح. بعدها باش نجي نملح ونزيد ندير الفلفل كحل. نورمالمون ندير الثوم، ما قلت لكمش على لا موتارد اللقطه تاعي. شوف كي درت اللحم يتقلى في الاول، درت معاه ملعقه صغيره تاع لا موتارد تكون معمره مليح. برك ما صورتش هذيك اللقطه، ما تنساوش ديروها. وهنا معاهم زوج سنات تاع الثوم. نكمل نقلي بهذه الطريقه مليح. بعدها واش نجي ندير الملح والفلفل الكحل. هنا بالنسبه اللي يحب يزيد التوابل بزاف، اذا زعما انا بالنسبه في اللحم ديجا وحده راه بنين، نديروا له غير الملح والفلفل الكحل.
واللي حب اللي دار الدجاج يقدر يدير توابل اخرى مثل توابل الدجاج، ثوم بودره، بصل بودره، تقدروا تتبلوا مليح. هكذا بهذه الطريقه نقليهم مليح، نخليهم يتقلاو حتى وين يدبل لي هذيك الخضره تدبال كامل. ما بدا يتقلى نروح نجيب طوماطيش تاعي تاع الباط. انا نستخدم دائما طوماطيش عمور كونسيرفوري، رايح ندي منها مغرف تكون كبيره. بصح قبل ما ندير المغرف تكون كبيره نروح نطلع على هذاك الحشو تاعي كي يتقلى مليح والخضره دبالت، نجي ندير حوالي كاس الا ربع تاع الماء لازم يكون سخون. نجي نديرو بهذه الطريقه ونخليه حتى يبداو يغلي باش نحط طوماطيش تاع الباطا. غير تشوفوهم بداو يغلو نجي ندير مغرف كبيره تاع طوماطيش على الباطا. انا كيما قلت لكم درت عمور هكذا لونها شباب ومام في الذوق تاعها ماشي قاصحه. هكذا نقليها شويه مع هذاك اللحم ونخليهم يطيبوا يبقبقوا شويه حتى وين تشرب لي شويه سوائل. علاش احنا حابينها تجينا شغل الحشوه معسله ماشي تلقى روحها بزاف بالماء. دوك تشوفوا في الاخر كيش تجي الحشو تاعنا هكذا كيما راكم تشوفوا هنايا. نخلطها مليح ومامتو راهي على نار تكون متوسطه. بعدها في الاخر كي تشوفوا هنا شربت لكم شويه من السوائل وجات ولات لكم هكذا، طفوا عليها باش تضيفوا المايز في الكاز هذه لازم يكون حاضر، بولي ولا اللحم ولا لازم يكون المايز حاضر في الكاساديه. هنا كيما راكم تشوفوا انا نخلط في داك المايز نغطي عليها ونخليها تبرد ما بيد تدفى بلوتو. هنا كيما راكم تشوفوا نروح نجيب العجينه تاعي اللي خليناها تريح نص ساعه. هذه الكميه دير لكم 7 حبات يكونوا انا بالنسبه لي كبار، يقدر اي واحد ياكل حبه يشبع، واللي يحب يديرهم صغار يقدروا يديروهم صغار. معناتها هذه تكفي 7 حبات تاع افراد العائله. ودوك كل واحد كيفاش يحب ياكل، كاين يحب ياكل زوج، كاين يحب ياكل حبه، كاين يحب ياكل نص حبه. كل واحد كيفاش دايرين في الدار. حنايا كيما نقولوا كل دار والثقافه تاعها تختلف من واحد لواحد. كيما راكم تشوفوا هنا جماعه نجي نفتح وريت لكم هنا حبيبه، نفتح حبيبه بالفارينه. لازم تكثروا الفارينه. وكيما قلت لكم تقدروا ديروه خبز تاع التورتيلا، خاطر كنت حضرت معاكم خبز تاع التورتيلا من قبل. انا ندير فيه حليب بودره، برك هذا ما درتش فيه حليب بودره. راني اكتبوا برك غانو كويزين طاكوس في اليوتيوب تخرج لكم الفيديو تاع الطاكوس وتاع خبز تورتيلا. هنا كيما راكم تشوفوها وليك الخبز تاعي تاع الكاساديه حليته ماشي رقيق كامل كيما راكم تشوفوا. هنا نحطها فوق طاوه تكون سخونه من قبل على النار تكون متوسطه. شوفوا جماعه كيش تبدا تتنفخ لكم. معناتها سيو كيفاش تقعدوا تدنوها هكذا غير بيديكم. بعدها قلبوها وحنا نحوسوا نطيبوها على بياض فقط. معناتها الحبيبه تاعنا راح نطيبوها على بياض، ما راحش نخلوها تحمر بزاف من لي كوتي. نقلبها بهذه الطريقه ونزيد نخليها تطيب على الجهه الثانيه. وهاي اللي كش خرجت لي الحبه تاعي نرفدوها ديريكتومون ونحطوها في ساشي تاع الخبز يكون مليح ما يكونش متقوب، ولا في طرشونه تلويوها مليح. علاش؟ باش تندنا وما تيبش. معناتها لازم دائما تحافظوا عليهم في ساشي ولا في طرشونه. هنا كيما راكم تشوفوا وليك الحشو تاعي بعد ما خليته دفا نجي نديرو في الخبزه تاعي بهذه الطريقه. نعمر غير نص خبزه. ابخي نجي ندير الفرامج. هنا تحبوا ديروا اي نوع تاع فرماج. انا كان عندي شويه تاع فرماج بلون درتو. تقدروا ديروا ميم لي صوص اللي يكونوا متوفرين عندكم، صوص الجيريان، صوص مايونيز كيما تحبوا. درت هنا شويه تاع الكريال رابي تاني كان عندي، ولا الشيدار ولا اي حاجه تكون عندكم هكذا. والنوع تاع الفورماج تقدروا ديروا ميم هذاك الفورماج ساندويتش تاع لي برجر. نغلقها بهذه الطريقه ونحطهم بوجه كامل. كي نكمل كامل الحبه تاعي باش نروح نطيبهم في الطاوه، نفس الطاوه اللي طيبنا فيها مسحوها رشوها بشويه تاع الزيت ودهنوها بشويه تاع الزيت عفوا هكذا بهذه الطريقه باش يجونا حميمرين شابين. نخلوه يسخن شويه برك هذاك الزيت يسخن شويه ونجو نحطوا عليه هذيك الحبيبات تاعنا نحمروهم من كلا الجهتين. هديه رانا على بالنا بلي الخبز راهو طايب قاعد له غير يتحمر برك هكذا. خبز تاع التورتيلا في الدار انا يعجبني كيما قلت لكم، تاع برا ما يعجبنيش كامل امبوسيبل نقدر نطيب فيه في الدار. كل ما نحب ناكل حاجه هكذا تاع لي ساندويتش لازم ندير هذا الخبز خاطش ساهل وما يديش الوقت. نحمروه من كلا الجهتين. دوك كما تعرفوني دائما نحب نقسم لكم الحبه وتشوفوا الحبه كش تجي لداخل هكذا. شوفوا هنا فتحت لكم ماشي من الجهه تاع الفورماج من الجهه الاخرى. وشوفوا الخبز تاعنا كش يجي يقرمش من برا، حاجه بنينه سهله خفيفه ظريفه. هاوليك شوفوا كش نفتحها لكم لداخل كش تجي معسله، حاجه بنينه. ننصحكم تجربوها خاصه للدراري ولا كامل الكبار والصغار. وراني نستنى في تطبيقاتكم وفي وصفات اخرى ان شاء الله. سلام.